السلام عليكم، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده وفي احسن الاحوال ان شاء الله. معكم فاطمه الزهراء من وصفات ام يحيى وعاليه. اليوم جيتكم بواحد الفيديو جديد مختلف واحد شويه على الفيديوهات اللي كندير. واحد السيده صاحبتي، واختي وكل شيء فيها عزيزه عليا بزاف، ولدت عروستها في السبيطار وبغيت نجي نطلع عليها وصافي. بغيت نشارك معكم شنو ديت ليها والعشيه كي دازت وعندها في السبيطار وكل شيء. وكنتمنى الفيديو يعجبكم ونبداو بسم الله. هنا درت ليها واحد الكيكه اللي جات زوينه يا البنات. درت فيها 4 ديال البيضات، درت كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، درت واحد الساشي ديال الفاني، درت قشور ديال البرتقال، ودرت 2 خمارات والدقيق ديال الفورس، ودرت ليها الورق ديال الطبخ في المول في الاسفل ديال المول، ودرت شرائح ودرت السكر سنيده وحطيت عليهم الشرائح ديال البرتقال. جات واحد الكيكه كتحمق البنات، جات زوينه بزاف بداك المذاق ديال الليمون البرتقال. وصافي هنا واخا ما شاركتش معكم المقادير د كلشي، غنشارك معكم غير لقطات. وهذه الكيكه ديالي شوفوها كي جات، راه فيها غير 3 ديال البيضات، جات رائعه وجات عاليه، جات طالعه، ومن الداخل حتى هو جات زوينه بزاف. وهنا غادي نشارك معكم بغرير، درت ليها واحد شويه ديال البغرير. ما كانش عندي الوقت البنات باش غادي نوجد شي حاجه اخرى، المهم هادشي اللي جاني ساهل في الوقت اللي كان عندي درت فيه هادشي. هنا درت واحد البغرير اللي جا تبارك الله كي جا كيحمق، جا رائع سخروا الله وجا زوين. هنا بغيت نشاركو معكم، شو راه طايب من التحت. انا كنحمر شويه بغرير، ما كنبغيش نخليه بيض. هنا درت وحده اخرى في المقله. ها نتوما، درتو بالدقيق ديال الفينو البنات. شديت الكاس ديال الخلاط كهربائي، درت فيه شويه د الماء دافي دافي غير شويه، درت فيه واحد البيضه، شويه ديال الملحه، درت واحد الراس د المعلقه ديال الخميره حبوب، خميره ديال الخبز، ودرت فيه الدقيق، خويت الدقيق د الفينو نيت في الكاس د الخلاط كهربائي. صافي طحنت وخليته ما كاملاش 2 دقائق على ما سخنات المقله. درت واحد الخميره كيميائيه، خماره ديال الحلوه. صافي وبديت كنطيب، جا تبارك الله رائع. دقيق الفينو ما فيه لا فورس لا سميده لا حتى حاجه. انا ديما كندير بغرير غير بالطحين ديال الفينو. وصافي هنا بغرير ديالي هانتوما تبارك الله كي جا كله جا بحال وجا متقب بحال الشهده، جا زوين تبارك الله. صافي ساليتو وغادي نحطو على جنب. ودرت ليها هنا هربل اللي هو القمح. القمحه البنات اللي كنديروه حنا للنفيسات، وهما هنا في المدينه ديال ميدلت راه ما كيديروهش، ولكن حنا في خنيفره كنديروه. الشلوح كيقولوا ليه قشران، والعرب راه كيقولوا ليه هربل، الناس اللي يهضروا بالعربيه وكل شيء. هربل البنات اللي درتو في طنجره، درت ليه الماء ودرت ليه شويه زيت بلديه، شويه د الملحه وشويه ديال البزار، واحد المطيشه اللي قشرتها وحيدت لها الزريعه ديالها وقطعتها رقيقه بزاف 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 حتى ما بقاتش كتبان. صافي رديتو كيطيب حتى طاب مزيان، داك القمح مهرس. ودرت ليه الحليب، ومن بعد ما طفيت عليه هنا درت ليه الزعتر ودرت ليه فليو. ضروري راكم عارفين النفيسه خاصها العشوب وخاصها خاصها تاكل شي حاجه سخونه اللي دير لها الحليب لبنيتها، تزادت عندها بنيه تبارك الله ما شاء الله. وهنا درت لها واحد شويه ديال الزيت البلديه من الفوق. وصافي هذا هو هالربل ديالي البنات، كيجي رائع كيجي زوين بزاف. الا ذقتوه غادي تبقاو ديروه ديما، راني مشاركاه معكم في القناه. الا بغيتوه قولوها لي في التعاليق، غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف. هنا البنات طيبت الحليب، درت فيه طيبته تا طاب الحليب، ودرت فيه الزعتر ودرت فيه فليو، وغادي ندير لها فيه حب رشاد. حب رشاد اللي ضروري النفيسه كتشربوه مع الحليب. صافي هنا عندي كل شيء منقي، هاد العشوب مغسولين ومنقيين. حب رشاد ما كنغسلوش لان كيتلصق الا غسلتيه، هو غير نقيته مزيان من الحجر ومن كل شيء. صافي غادي نغطي هاد الحليب ديالي وغادي نخليه حتى يطلقوا فيه دوك العشوب مزيان. وغادي ندوز باش غادي نصفيه في الطرموس، غادي نديرو في الطرموس باش يبقى سخون. غادي نصفيه وعاد من بعد غادي نضيف ليه حب رشاد، لان هذاك الزعتر وفليو ما يصلحش كي غادي دير تشربهم.
صافي هنا صفيتو، ولكن هنا غادي ندير حب رشاد. حب رشاد ضروري خصها تشربو، صحي هاد حب رشاد البنات، سواء للنفيسة سواء للناس كاملين. عنده منافع للصحة كتير مهمة. هنا سلقت البيض، غادي نديرو حتى هو في هاد الإناء، وغادي نغطي عليه، غادي نحطو على جنب. وهنا البنات غادي نشارك معاكم، درت ليها هاد التقيوتات اللي درت فيهم الشريحة والتمر اللي فورتهم. طحنت معاهم شوية د اللوز والقرقاع محمرين والجنجلان، درت معاهم شوية ديال زريعة الكتان، درت معاهم حب رشاد، شوية ديال إيلان، هادشي كله منقي ومحمر ومطحون، وجمعتهم بالزيت البلدية والعسل الحرة، وديتهم ليها باش ان شاء الله يديروا لها الحليب لبنيتها. صافي هنا ديت لها غير شويه شويه البنات للسبيطار حتى تخرج ان شاء الله تجي للدار، وعاد ديك الساعه غادي يكون خير. وهنا عمرت ليها اتاي حتى هو درتو بفليو الزعتر، لان هي عزيز عليها اتاي. ايوا صافي داكشي علاش ديت لها غير شويه ديال الحليب، حيت كتشرب اتاي بزاف. درت ليها هنا كما قلت لكم اتاي عادي ديالنا، ودرت فيه الزعتر وفليو. صافي خديت طرموس حتى هو غادي ندير فيه اتاي باش ما يبردش، باش يوصلها ان شاء الله كلشي سخون. صافي غادي نسد عليه، درت السلوفان ديالي الكيكه ديالي لداكشي كاع اللي غادي ندي ليها. وهذا بغرير حتى هو غادي نديرو في الطبسيل. وصافي هنايا حتى هو درت ليه الفيلم اليمونتير، كلشي غلفتو، درت شويه ديال العسل في قريعه باش نديه ليها تاكلو مع بغرير. وصافي الكيكه ديالي ها هي، درت هربل، كلشي درتو في الصاك، داكشي اللي غادي ندي ليها. وصافي هنايا هذا هو السبيطار ديال المدينه ديال ميدلت. هنايا وصلنا قدام السبيطار، بغيت نصور معكم تشوفوا هنا، راه مصوره فايت لي مصوره معكم هاد البلاصه. وهنايا هانتوما هذا الباب باش غادي ندخلو. صافي هذا الكولوار ديال السبيطار. صافي دخلنا عندها، اش غادي نقول لك، فرحات مشينا تجمعنا. كما كتكونوا عارفين بنادم فاش تيكون في السبيطار تيكون بوحدو، كيجيه القنط تيجيه الملل. مهم ونسناها، عمرنا عليها واحد شويه. تجمعنا كاملين تما، والده حداها واحد المرة حتى هي، والدين بنيات بجوجهم تبارك الله ما شاء الله، الله يسخر ليهم في بنياتهم ويتربوا في عزهم ان شاء الله كاملين. صافي هنايا غادي حطيت فرشت واحد هكا واحد المنديل، وغادي نعطي للنفيسة تاكل. غادي خويت لها اتاي، هنا غادي نخوي ليها الحليب اللي درت فيه حب رشاد. نتوما كما كتشوفوا. وهنا غادي نعطيها هربل اللي فيه الاعشاب اللي غادي تنفعها ان شاء الله لصحتها ولصحة التريبية ديالها. ها نتوما غادي نقطع الكيكة. جات زوينة يا البنات هاد الكيكة، بغيتكم تجربوها. الا عرفتوا المقادير راه عاديه ماشي شي حاجه، ولكن جات رائعه. بغيتو نشاركها معكم في القناه كتبوها لي في التعاليق ونعاود نشاركها معكم. صافي هنا غادي نقشر ليها البيض. وصافي هنا غادي نقطعو، ندير ليه شويه ديال الملحه وديال الكمون. وصافي هنا غادي نعطيها باش تشرب داك الكاس ديال اتاي وديال الحليب، يسخن ليها كرشها ويسخن ليها مصارنها، تلقى تعطي لبنيتها ما ترضع ان شاء الله، الله ينفعها به. وهنايا هكا دوزنا العشيه، عطينا للنفيسه حتى هي بلاطو اللي حداها.
الله ينفعهم والله يتقبل العمل. وصافي هنايا هذه جدة البنية، ها هي شادها واحد البنية صلى على النبي ما شاء الله. تربى في عزهم والله يدخلها عليهم بالصحة والسلامة إن شاء الله، والرزق والتيسير. وغادي نخليكم مع الفيديو. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.